أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة. سفنج مغربي بطريقة سهلة كيجي بنين ومقرمش. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. هنا بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندنا جوج زلايف كبار من الدقيق ديال الفورص أو الدقيق الأبيض، شوية ديال الخميرة المعجونة، وشوية ديال الملح، وشوية ديال السكر سنيدة، وغادي نضيف قطرات ديال الخل. من بعد غادي نضيف الماء تدريجيا وانا كنستمر في الخلط. هنا الخل راه خليته حتى الاخر عاد ضفتو حيت نسيتو، المهم نديرو حتى هو صافي. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنحصلوا على واحد العجين كما غتشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما كملنا الدليك ديال العجينه كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا، كتجي بحال هكا. هنا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، غادي نضيف ليه هاد العجين ديالي وغادي نغطي عليها ونخليها حتى كتخمر، غير كتطلع الفوق كما كتشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما خمرت العجينه كتجينا على هاد الشكل صافي. غادي نبقاو نخدموها بيدينا حتى كيتحيد داك الهواء اللي داخل فيها بحال هاد الطريقه. كنبقاو مستمرين حتى كتنزل العجينه. هنا غادي نبقى نشكلهم على شكل دائره بحال بغيت نصايب الملوي. غادي نبقى نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هنا غادي ناخذ القطعه الاولى، غادي نحاولوا نديروا فيها واحد الثقب من الوسط. هنا كنكون قبل وجدت واحد المقله درت ليها شويه ديال الزيت وخليتها حتى كتسخن. كنضيف فيها القطعه الاولى وكنخليها حتى كتنفخ كما كتشوفوا في الفيديو. عاد غادي نهزها وغادي نديرها هنا. انا درت هنا كاسرونه درت فيها الزيت خليتها حتى سخنات مزيان صافي. وكنبقى نخلي هاد السفنج حتى كتحمر. كنبقى مستمره بنفس الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. كنديروا القطعه الثانيه حتى هي في المقله اللي فيها الزيت قليله باش تنفخ. من بعد غادي نضيفها في المقله صافي. نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا القطع اللي عندنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، سفنج مغربي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده، الى اللقاء.